يا جماعة اسمعوني، لو عندك جنيه دهب ولا حتى خاتم من أيام خطوبتك اوعى تفكر تبيعه دلوقتي. ليه؟ عشان في 2025 الدهب هيبقى زي النار واللي يبيعه هيفضل يندم. مستعدين تعرفوا ايه اللي جاي؟ طيب ركزوا بقى معايا في الفيديو دوت لغاية الآخر، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الخبر بيقول إن البنك السويسري UBS أعلن عن حاجة تخط أسعار الذهب هتزيد كمان السنة الجاية، وده بعد ما زادت 29% السنة دي بس. وانت متخيل؟ يعني اللي اشترى قطعة ذهب السنة اللي فاتت وهو مش واخد باله دلوقتي بقى زي اللي كسب في اليانصيب. طيب السؤال هنا، ليه الذهب بيغلى بالشكل ده؟ ببساطة الذهب هو البطل لما الدنيا تبقى ملخبطة، ومع التوترات الجيوسياسية اللي مالية العالم، والاقتصاد اللي مش عارف يجيب رجليه، والدولار اللي داخل في غيبوبة، الناس بتجري على الذهب زي ما تكون في مول في الوايت فرايدي. الذهب دايما بيطمن، وعشان كده الطلب عليه بيعلى والكاش بيتحول لخواتم وسبايك. بنك UBS بيقول إن سعر الذهب هيوصل ل $2750 للأوقية في آخر 2024، وده مش النهاية، لأ ده مجرد بداية. في نص 2025 السعر ممكن يوصل ل $2850، وقبل ما نخلص الربع الثالث من 2025 الذهب ممكن يوصل ل $2900، وده كله حاجة مش مفاجأة، لأن أصلا كل ما البنك الفيدرالي الأمريكي يقلل الفوائد الذهب بيزيد 10% على الأقل. وبما إني اتكلمت عن الفيدرالي، فالسنة اللي جاية كمان فيها انتخابات أمريكية. تخيل بقى الموقف، الدنيا هتكون مليانة كلام وتخمينات، وكل واحد قاعد مستني يشوف اللي هيحصل. في اللحظات دي الناس بتميل للذهب كملاذ آمن، يعني مفيش بيع، كله تخزين. اللي شايل ذهب هيبقى عامل زي اللي شايل كنز حقيقي وسط زحمة السوق. السؤال الأزلي بقى واللي كل الناس بتدور على إجابته، أبيع ولا اشتري؟ لو معاك ذهب اوعى تفكر تبيعه دلوقتي، استنى شوية، السعر هيطلع أكتر وأكتر، ممكن تلاقي نفسك كسبت فرق كبير في السعر بعد كام شهر. ولو ما عندكش، دي فرصة ممتازة تبدأ تستثمر. هات أي حاجة من سبائك صغيرة لخاتم خطوبة وخزنه، السنة الجاية هتقول يا ريتني سمعت الكلام ده من بدري. لو انت لسه عايز تبدأ في الاستثمار فاسمع النصايح دي بسرعة. ابدأ بالقليل، مش لازم تشتري سبائك من أولها، حتى جرام دهب واحد ينفع. خلي عينك على الأخبار، أي حاجة تخص الدولار أو الاقتصاد الأمريكي هتأثر على أسعار الذهب. ما تبقاش عاطفي، لو السعر نزل شوية مش معنى كده إنه هيفضل كده على طول، اصبر، الذهب دايما بيرجع يعلى. الذهب في 2025 مش هيبقى مجرد معدن، ده هيبقى زي البطاقة الكسبانة لأي حد بيشتري، واللي فاهم اللعبة هيكسب. ما تبقاش زي اللي بيبيع حاجة غالية في وقت رخيص. جهز نفسك، في 2025 هتبقى سنة مولعة، بس الذهب هو اللي هيكون ماسك الطفاية وهيقدر ينقذ أي حد. فاكر لما قلتلك من الأول اوعى تبيع ذهب دلوقتي؟ 2025 هتكون سنة مش هتضحك على حد. اللي معاه الذهب هو اللي معاه الحظ، واللي مش معاه ربنا يسهله الحال إن شاء الله السنة الجاية ويجيب. يلا اعمل لايك واشترك في القناة عشان تعرف الأخبار الجديدة، واتفرج على الفيديو دوت برضو أكيد هيعجبك، وأنا متأكد إنك هتعرف منه برضو معلومات مهمة جدا. واشوفك إن شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.